للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد المدير المدرسة، مدرسين الأعزاء، زملائي وزميلاتي وضيوفنا الكرام، أحدثكم في يوم الاحتفال بالمدرسة عن أشخاص اختاروا أن يمتهنوا مهنة من أشرف المهن والتي تعد من ركائز الأساسية التي يقوم عليها أي مجتمع يرغب ويتقدم. أهلا وسهلا بكم يا من بزيارتكم. جاد الزمان علينا بعدما بخل وأحييتمونا برؤياكم وقد لبست قلوبنا من تفاصيل الهناء الهلل. وحياكم وأهلا بكم أحبائي فردا فردا، وحياكم الله ألفا ألفا. قدمتم إلينا مرحبا بقدومكم. أهلا بكم في مكان فيه خير جليس لا يمل حديث. وهذا السلام. يا إلهي يا إلهي يا مجيب الدعوات اليوم سعيدا وكثير البركات اليوم سعيدا وكثير البركات يا إلهي يا إلهي يا مجيب الدعوات يا إلهي يا إلهي يا مجيب الدعوات إني في دروسي وأداء الواجبات وإني في دروسي وأداء الواجبات يا إلهي يا إلهي واستجب دعواتي يا إلهي يا إلهي واستجب دعواتي. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار
The message of Allah, may peace be upon him, said, Inna awla nasi billahi ta'ala. Indeed, the next people to Allah, man bada'ahu bis salam, those who make salah first. أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وثنى أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وثنى أنتم وكل الورد نهديكم. عصافير من الخلد تغرد بين أهليكم جوارحنا لكم سرر ومن دمنا نغذيكم. عصافير من الخلد تغرد بين أهليكم جوارحنا لكم سرر ومن دمنا نغذيكم. جوارحنا لكم سرر ومن دمنا نغذيكم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وذنى أنتم وكل الورد نوديكم. ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم. بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم. ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم. بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم. فيا أهلا ويا مرحى حللتم بين أهليكم بكأس الحب مطرة وصافي الود نسقيكم. فيا أهلا ويا مرحى حللتم بين أهليكم بكأس الحب مطرة وصافي الود نسقيكم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وثنى أنتم وكل الورد نهديكم. وهذا السلام. Hadith 2. Eating. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The message of Allah, may peace be upon him, said, Samillah, take the name of Allah before eating. Wakun biyaminik, and eat with the right hand. I need to go to town. See, I know you're Muslim, so you're wearing a hijab. Yes. Do you know how important greeting is? No. I said so. I just heard the people saying Assalamu alaikum. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, by whom in whose hand is my life, لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا, you will not enter Jannah until you believe, وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا, and you will not believe until you love one another. أَوْ وَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ, shall I inform you of something, إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَعَابَبْتُمْ, which if I do, you will love one another. Promote greetings among yourself. Oh, mashallah. How did you learn all this? I go to madrasa. Assalamu alaikum. Thank you, our parents. Thank you, our teachers. All the praises be to Allah for making me what I am today. Alif Asadun, lion. Babaitun, house. Ta tufahun, apple. Sa sa'alabun, fox. Jin jamalun, camel. Ha hidakun, shoes. Ha harufun, sheep. Dadubun, bear. Daddiibun, wolf. Rarumamun, pomegranate. Zai zarafatun, giraffe. Samakatun, fish. Shin shamsun, sun. Tatarukun, ant. Tatabilaun,
butterfly. Kaf kiftatun, head. Kaf kuratun, ball. Lam lu'batun, toy. Mim mauzun, banana. Nun namirun, tiger. Wawadatun, house. Flower. Hurudun, hoopy. Man Rabbuka, who is your Lord? Rabbi Allah, my Lord is Allah. Man alladhi khalaqaka, who created you? Allahu alladhi khalaqani. Allah is the one who created me. It's time for Salah, let's go to pray. I'm feeling cold. I cannot go to prayer. I cannot touch water. Then let's make tayammum together. Start. Yani tayammum, taking intention of tayammum. Yusam billahi, mention the name of Allah. Ayakul means that Bismillah. يضرب بكفيه التراب الطاهرة. He strike what is first with a clean strike. How many times? ضربة واحدة. One strike beating. يمسح بهما وجهه. He wipes with his face. وكفيه إلى أذنيه and he wipes until his wrist. يا شيخ, I read a big book that says يتيمم المسلم عند عدم وجود الماء. A Muslim makes tayammum when there's no water. Or is collect أو تعذر الاستعمال or يتأشر to use the water لمرض sickness or غيره or fear. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر رضي الله عنهما قال Jabir, may Allah be pleased with him. جابر إلهي كذا لنقض محويرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم I heard the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, محامق لإلهي رسول كيسم وحويرة. لا تأكلوا بالشمال do not eat with the left hand. هكعنينا دعنت بذحدة. فإن الشيطان يأكل بالشمال Because Satan eats and drink with the left hand. شيطان ككعنا يكعب دعنت مذحدة. Today we are going to do fiqh. All of you can ask me a question. Ask me, Ustaz. يا شيخ ما الاستنجاء? What is استنجاء? Al-istinja'u izalatul bawli awil gha'iti. Istinja is to clean your private parts with water. Min al-bawli awil gha'iti, from urine or stool. ما الاستجمار? What is استجمار? Al-istijmaru izalatul bawli awil gha'iti. Al-khariju min... Istijmar is to remove urine and stool from the two private parts. Al-khariju min as-sabilain, from the two private parts. Bil-ahjar, with stones. Aw bi kulli tahirin mubahin, or any other clean permissible object. كيف يتوضأ المسلم؟ How does a Muslim make wudu? يبدأ فينوي الوضوء بقلبه. He starts by making intention in his heart. ثم يقول بسم الله, and he says بسم الله. ثم يغسل كفيه ثلاثة. He washes his hand until his wrist 3 times. ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. He washes his mouth, he rinses his mouth and snaps his nose and he washes his face 3 times. ثلاثة. ثم يغسل يديه إلى المرفقين. He washes his hand until above his elbows. ثلاثة, 3 times. ثم يمسح رأسه مع أذنيه. He washes his hand
he wipes his head and his ears once. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. He washes his leg until his ankle. ويخلل أصابعه بالماء, and he passes his small finger through the toes. ما الأشياء التي تنقض الوضوء? What are the nullifiers of wudu? للوضوء نواقض منها. Wudu has nullifiers. الخارج من السبيلين, anything that comes out from the two private parts. أو بكل طاهر مباح, or any other clean permission. الخارج من السبيلين, and any other thing that comes out from the private parts. من البول أو الغائط, or urine or stool. أو ريح أو غير ذلك, or wind or any other thing that breaks wudu. Number 2, أكل لحم الإبل, eating the camel meat. Number 3, النوم, sleep. ما دعاء الاستفتاح من الصلاة? What is the dua of opening the salah? الدعاء الاستفتاح من الصلاة هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيقنا المهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع عبد الله والأجر والقبول والثواب. وهذا والسلام عليكم. تعلموا فليس المرء يولد عالما، وليس أخو العلم كمن هو جاهلا، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغيرا إذا التفت عليه جحافل، وإن صغير القوم وإن كان عالما، كبيرا إذا ردت إليه محافل. إمام الشافعي. نسبه ووفاة والده, his lineage and the death of his father. ما هو والده؟ والده عبد الله. His father عبد الله بن عبد المطلب, the son of عبد المطلب, بن هاشم, the son of هاشم, بن قصي, the son of قصي, بن كلاب, the son of كلاب. ما هو أمه؟ وأمه آمنة بنت وهب, his mother Amina, the daughter of Wahab, بن عبد مناف, the son of Manaf, بن زهيرة, the son of زهيرة, بن كلاب, the son of كلاب. ما هو فتجتمع أمه مع والده. His father and his mother came together. في جده الخامس, the fifth grandfather, وهو كلاب, that is كلاب. متى توفي؟ ولقد توفي والده وهو في بطن أمه. His father was dead while he was in the mother's room 18 سنوات, while he was 18 years old. ودفن بالمدينة, and he was buried by Medina. ولم يترك شيئا من الماء, and he didn't leave anything with him. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال, the son of Ibn Umar, may Allah be pleased with him, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Allah's messenger صلى الله عليه وسلم said, بني الإسلام على خمس. Islam is based on 5 pillars: شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمدا رسول الله, to testify that none has the right to be worshipped except Allah. Muhammad is Allah's messenger. وإقام الصلاة, to offer the compulsory prayers. وإيتاء الزكاة, to pay the obligatory charity. وحج, to perform the pilgrim to Mecca. وصوم Ramadan, and to fast during the month of Ramadan. رواه البخاري, narrated by Bukhari. ما حد التجويد لغة واصطلاحا? What is tajweed linguistically and technically? التجويد لغة الإتيان بالجيد. Tajweed linguistically is to do something in a perfect manner. واصطلاحا and technically علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات والمدود وغير ذلك كالترقيق والتفخيم ونحوهما. A knowledge which is known with giving every letter its right by pronouncing it from articulate point and giving its request from their attributes and other things, and giving its request from their attributes and pulling and other things like full mouth and empty mouth and etc. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متى توفيت أمه؟ توفيت أمه صلى الله عليه وسلم وهو في السادسة من عمره. His mother passed away when he was 6 years old. وهي راجعة من المدينة, when she was coming back from Medina. لماذا ذهبت إلى المدينة؟ وقد ذهبت إلى المدينة, she went to Medina لزيارة قبر أبيه, to visit his father's grave. ومعها جده عبد المطلب, and she was with his grandfather عبد المطلب. أين دفنت إلى المدينة؟ وقد دفنت بالأبواء, and she was buried by a place called Al-Abwa. وهي قرية بين والمكة والمدينة, and it is a village between Mecca and Medina. من حضنته بعد وفاة أمه؟ وحضنته أيمن, and he was nursed by أيمن قادمة أبيه عبد الله, and she was the maid of his father عبد الله. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله مقع الله ينكو بلاويا. الرحمن نحرست قود نحرست, الرحيم نحرست قارك أو مؤمنين تأو نحرست. والعصر عصرك أيانكو دارتي, إن الإنسان إنسانكم سددكو لفي خسر خسارة كجران إلا الذين كوي موياني آمنوا عملك صالحة سميه وتواصوا اسكدر دارمي بالحق حقا وتواصوا اسكدر دارمي بالصبر صبرك. وهذا والسلام عليكم. بسم الله مقع إلهي أيانكو بلاويا. الرحمن اللي نحرست قود لها, الرحيم اللي نحرست قار أهانيد لها. إنا أنقع أعطيناك وحنك سيني نبي محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر, وبقى كوثر لده أعطيك فراه بدل, فصلي تكو لربك ربك هذا أتكو وانحر عليك أبورتي درتي سوح وقورا. إن ناشئك كيكو عيبن سنايو هو الأبتر أسيكا يا دوكوان. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فعل الماضي المعروف المثبت. فعل فعل واحد مذكر غائب he one male did. فعل تثنية مذكر غائب they two males did. فعلوا جمع مذكر غائب they three or more males did. فعلت واحد مؤنث الغائب she one female did. فعلتا تثنية مؤنث الغائب they two females did. فعلنا جمع مؤنث الحاضر they three or more females did. فعلت واحد مذكر حاضر you one male did. فعلتما تثنية مذكر حاضر you two males did. فعلتم جمع مذكر حاضر you three or more males did. فعلت واحد مؤنث الحاضر you one female did. فعلتما تثنية مؤنث الحاضر you two females did. فعلتن جمع مؤنث الحاضر you three or more females did. فعلت واحد مذكر والمؤنث المتكلم one male or female the speaker. فعلنا تثنية والجمع مذكر والمؤنث المتكلم two or three or more males or females the speakers. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are watching and listening activity of our children, that what they learn for the year. We thank you to come to Madrasa for today, and we thank you Allah subhanahu wa ta'ala, and we are very sorry that we don't have a big place, but inshallah we see the activity of our children. That is what very important. We cut some of the activity because of the time, and we came long in the morning and we whole day here. So the girls, they are fighting with me here now. MashaAllah. I would like to talk about the parent today. This is our children. And they say education is the effort that teachers and management of the school and the parents, they both put together. That effort, it's education, become education. So, alhamdulillah, we thank some of the parents. They are every day and every month and every moment they are with us. They give us a guidance. They work with us. They are working with us. They work with the children. They work with the school. Others, we last, when they register the children, after that we never see them. They come today. And that is why the parents who, after their children and work with the school, their children, they will be better than those they are not coming to the school. Because the parents who come to the madrasa, come to the school, watch what is going on, watch and ask the teachers what they are doing,
what we supposed to do, what is in need, what the child need, what the school need. That is the parents who will make succeed their children, inshallah ta'ala. Others, though they don't know what's going on there, they don't know if their children need a book, if they need a pen, if they are doing well in the school, if what the teachers and the madrasa need, those ones, they are get a problems and they are not helping the children to succeed in the life. And the way we know that the life is the education. They say education is the light that we are using in our life. Allah Ta'ala says, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. So I encourage the parents to work with the school and madrasa, inshallah ta'ala, and to be with us, inshallah. So our resource, it will be more when we are together, inshallah. I want to talk about our madrasa, Qura here, what we are doing, what's our plan, what we wanted to do. Inshallah, as you see the children, when the parent register the child to our madrasa, we start them learn all the subjects including the Quran. In our area, the people they used to teach the children, even the parents, they send the child to learn the Quran faqat. Quran only. No, we don't do that. We teach all the subjects in the madrasa. Because the children, they are wasting their time if they are coming every day here and they are doing one subject. We teach them all. You watch, now they are learning hadith, fiqh, seerah, sarf, tajweed. All the Islamic subjects they are doing in the madrasa. We want, inshallah ta'ala, to develop this until our children, they finish the ulum. And they finish the Quran and they memorize the Quran. But that we can reach when you are helping us, inshallah ta'ala. We wanted the parent to work with us. We wanted them to be with us, inshallah ta'ala. We wanted them to work together so that we can educate our children, we can guide our children in the right way. Inshallah ta'ala, we can succeed in the life, inshallah, and we can educate our children. Jazakumullahu khair. The time is very long and you was here until the morning. I don't want it to take a long. I wanted to thank you that you was here whole day and you was be patient, inshallah ta'ala. Barakallahu feekum wa jazakumullahu khairan. In the time now, we cut the barnamij in the halfway. In the time, inshallah, we got a lunch here. Our children and our parents, inshallah, together we have a lunch together. And after that, our jalsa will be finished for next year. I hope, inshallah, everybody, parents and the teachers, the madrasa, all of us, we do better than what we did in this year. Because this year was year of Corona, we didn't do much. People were not supposed to come together, alhamdulillah, but we did our effort. We did what we can do, what we can, inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. The madrasa, the parents who want in next year, the children to be with us, there is the registration form. They must take the registration form and they must fill that registration form. Also, we are doing nursery school. Those they would like to be, their children to be in next year with us, they must take the form and they must register, inshallah ta'ala. And they must register so that we know the parent who registered the children here. And please, we're begging you, when we need something, when we call you in the madrasa, please, we will ask the parent respectfully to come to the madrasa, because we are not calling you something easy. We're calling you something important for our children, for our school, for our life of education. Inshallah ta'ala, barakallahu feekum wa jazakumullahu khairan. Shukran jazeeran wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
marka waxaan jeclahay inaan luqadda Soomaaliga wax yar ku hadlo walaalayaal sidaad ogtihiin waxaan meeshan ku haynaa jiil baan korinaynaa mustaqbal marka jiilkaas waxaan u baahannahay inaan isla qabanno oo aan isla korino maskaxdooda waxaa la yidhi qofku wuxuu ka koraa 3 qaybood wuxuu ka koraa jirka wuxuu ku koraa caafimaadka iyo cuntada ku koraa caqliguna wuu ka koraa qofku wuxuu ku koraa cilmigu ku koraa caqliga qofku ruuxduna way kortaa ruuxduna waxay ku kortaa cibaadada Alle ku kortaa markii cibaadada qofku cibaadaysto ruuxdiisa ayaa kortaa haddii qofka hal dhinaca laga koriyo cunto iyo caafimaad lagala dadaalo oo wax kale la siinin qofkaasi ma uuna korin koritaankii loo baahnaa muu korin waxa uu baahan uu kala dhiman yahay markii qofka cilmi la baro oo cuntana la siiyo caafimaadkiisana la ogaado koritaankiisu wali wuu kala dhiman yahay wuxuu u baahan yahay in ruuxdiisa la koriyo in qof cibaadaysto oo Alla ku xidhan in laga dhigo oo muxuu ahaa Alla ku xidhan shaduna waxay ku qofka bini aadanka bay dan u tahay ilaahay dan uma aha waxay ku dhib yaraynaysaa nolosha adduunka uu qofku ku noolaan lahaa cibaadada ayaa u fududaynaysa waxay ugu fududaynaysaa qofka muuminka Alla ka cabsanaya wax ku dhib badan adduunka ma jiro wax walba hadduu ku adkaado wuxuu leeyahay alxamdulilah wax fiican hadduu helo wuxuu leeyahay alxamdulilah wuu ku shukriyayaa sabir iyo shukri buu la imanayaa labadaasuna waxay u noqonayaan khayr wuxuuna noloshiisa farxad iyo wanaag buu mar walba dareemayaa marka waxaan u baahannahay qofkaas aan isula dhisno in waalidka macallimiinta iyo idaarada inay isku xidhnaato inaan mar walba tashi gooni lahaano inaan mar walba wada joogno in aan muxuu ahaa isla qabanno korinta ciyaalkeena si aan u gaadhno meesha aan rabno waxaan u baahannahay walaalayaal inuu waalidku noola shaqeeyo sida uu sanadka noola shaqaynayay iyo si ka sii fiicanna noola shaqeeyaan waxaan u mahad celinaynaa waalidkii sida fiican sanadka noola shaqaynaya oo ku jirto maamo Jawaahir iyo muxuu ahaa maamo Malyoon iyo gabdhahaas ay ku jiraan khayr Allah ha siiyo sida fiican oo la shaqaynayay waan uga mahad celinaynaa kuwa kalena waxaan leenahay min fadlikum aan wada shaqayna si fiican taas waxa ku jirta danta caruurteena ku jirta madrasadan waxaan rabnaa inaan culumta oo dhan ku dhigno sida quraanka iyo culumta in hal mar ilmaha loo wada baro si ay u noqdaan ilmuhu waad arkayseen ciyaalka yaryarka ah luqada carabiga iyo ta ingiriiska iyo alifka ku aqrinayeen alif arnabun muxuu ahaa way ka bilaabeen oo muxuu ahaa carabiga ay iyo ingiriiska ay ku fasirayeen marka halkaa bay uga soconayaan si uu u noqdo aan u soo saarno muxuu ahaa ciyaal ama shakhsiyad muxuu caalamka wax la qaybsan karta si aan u soo saarno waxaa la inooga baahan yahay dadaal dheeraada ayaa la inooga baahan yahay waxaan leenahay waalidka aan uga mahad celinaynaa imaatinkii ay yimaadeen saaka subaxii ay meeshan soo fadhiisteen waqtiga dheer ay fadhiyeen ilaahay idinka abaal mariyo waxaa kaloo mahad celiya macallimiinta sanadkan soo dadaalaysay oo muxuu ahaa juhdiga soo bixisay ilaahay ha ka abaal mariyo miisaankooda xasanaadka Allah ugu daro sanadka cusubna waxaan rabnaa inaan la qaabilo muxuu ahaa niyad cusub iyo muxuu ahaa dadaal cusub inaan la qaabilnaa la inooga baahan yahay sidaa darteed madrasada ardaydii sanadka dhiganaysay iyo kuwa sii dhiganayayba registration cusub baa la sameynayaa foomamkii baa yaala in registration formka la qaado oo la buuxiyo in muxuu ahaa registration formku adduun waxaa ku jirnaa cusub oo muxuu ahaa si muxuu ahaa loo dhaqmayo sidii ka bedelan aan Soomaaliya ugu dhaqmi jiray maxaan rabnaa ciyaalka in la registereeyo hadday tahay iskuulka iyo hadday madrasada tahayba waxaan rabnaa inuu maalin ilmo kasta inuu baagiisa iyo buugtiisa iyo manhajkiisu inay u dhisan yihiin waxaan rabnaa waalidku inuu mar walba iskuulka ku xidhan yahay inuu idaarada yimaado ilmihiisa weydiiyo meesha wax marayo uu weydiiyo inaan wada shaqayno waxaa la yidhi waxbarashadu ama aqoontu waa dadaalka u dhaxeeya macallimiinta idaarada iyo waalidka sidaa darteed haddii mid la waayo waxaa la waayay tiir ka mid a tiirasha waxbarashada la waayay sidaa darteed waxaa lanaga rabaa walaalayaal inaan dadaalno inaan wada shaqayno inaan wax soo saarkeenno ama productgeenu uu noqdo mid fiican oo quality leh barakallahu fiikum jazakumullahu khair wabillahi tawfiq assalamu alaykum warahmatullah. We couldn't manage to bring each and every child to do what he or what she prepared.
because you can see that the list was very long. The Sheikh here is having, I think, more than 5 papers for list of the children. Because at madrasa, for the madrasa of the big ones, we are having 35 students, and for the small ones also, we were having 40 students this month. So we cannot bring all of them to do at this place. But we do appreciate for your coming and for your support. I think next time your child will be here. I think we tried to bring them in a group so that maybe everyone can have a chance to do something in front here. But we all thank you for your patience. We thank you for your presence at this place. Your presence was being very valued, and then also I should remind you that the final conclusion is to be food that is prepared by the madrasa. So we go there, take our food, then we go home. Thank you very much for your coming, and thank you very much for the all support you are giving to the madrasa. Thank you very much. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم خسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجكم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده من رسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أوكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبوا وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما تؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
بئس ما اشتروا به أنفسكم أن يؤمنوا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون لهم حقا درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك من الحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتان أنها لكم أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم
كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العظيم. وكل ورد نهديكم أحييكم وبالأشواق ما